إذا قررت تجي لكندا، وين أفضل مكان تسكن بيه؟ تورنتو لو ميسيساغا؟ صعب مو لهالدرجة. Vibe blowing at the J, got the loud jumping at the pay. Everything I'm on slack. شوف اكو هواية فوارق بين العيشة بداون تاون تورنتو او بين ميسيساغا وبقية المناطق، فخليني احكي لكم عن اهم الفوارق اللي موجودة بين داون تاون تورنتو وبين ميسيساغا وبقية المناطق. واول شيء والكل اللي مركزين عليه بتورنتو انه موضوع الازدحامات، هنا الازدحامات بشكل مو طبيعي، بحيث اغلبية الناس اللي ساكنين هنا ما يفكرون حتى انه يشترون سيارات، تنقلهم كله عبارة عن بالسبوي وبالقطارات. ليش؟ لان الموضوع ينقسم على قسمين، اول شيء لانه ازدحامات تورنتو بشكل مو طبيعي، والموضوع الثاني موضوع الانشورنس. هنا موضوع التأمين، تأمينك الشهري داخل تورنتو مبالغ طائلة، يعني بالشهر تقريبا يطلع تأمينك بين ال 300 واكثر، يعني $300 واكثر. فالاغلبيه ما يشترون سيارات بسبب هذا الموضوع الرئيسي، والموضوع الثاني موضوع الازدحامات. هسه اعوفكم من كل شيء، بس شوفوا لي هذا المكان، هنا أنا صاير كونسرت وبع كميه الناس اللي موجودين اللي ينتظرون بالسرة. شوفوا هذا السرة طبعا مكمل لهنا، شوف ايش طوله. تخيلوا بالنهايه وصل لهنا. هل انتم مستعدين تحضرون حفله توقفون كل هذا السرة؟ اكتبوا لي والله جوا بالكومنتات. شوفوا بالنسبه للعوائل اكيد الداون تاون راح يكون فد شيء كل صعب بالنسبه لهم انه يسكنون به. ليش؟ لانه يعني ما راح يتاقلمون هنا ويا كميه الصخب اللي موجود بالمدينه وكميه الناس اللي موجوده و24 ساعه الازدحامات، فالعائله ما راح تتاقلم ويا هذا المكان. بس بوجهه نظري افضل مكان للعيشه للشباب اول ما يجي لكندا انزل بتورنتو، وعلي اسمع مني. ثاني أهم شغلة بالنسبة إلي، ما أعرف عليكم إذا راح تحبوها أو لا، المدينة بها حياة، يعني 24 ساعة تشوفون الناس، ما تقعد 24 ساعة المدينة مزدحمة، ما تحسون إنه أنتم راح تضوجون. يعني هاي دا أحكي بالنسبة إلي. شو وقت ما تنزل بالشارع راح تشوف أكو ناس موجودة، أكو حواليك، أكو عالم دا تمشي، صوت أغاني، بس مثل ما سمعت صوت الشرطة والإسعاف 24 ساعة ما يوقف. فهذه اشوفها انا ثاني شغله ايجابيه. والموضوع الثالث، الناس اللي تخاف تجي تسكن بتورنتو بسبب الهوملس هنا وكثرتهم. المشردين موجودين بشكل مو طبيعي، بالاخص هنا بالداون تاون. فالناس اللي تجي تسكن هنا هي وعوائلها يخافون من هذا الموضوع، يخافون يجون يسكنون هم وعوائلهم ويتعرضون للمشاكل بسبب المشردين اللي موجودين هنا. فالاغلبيه يخافون من هاي النقطه همينه بشكل كبير. كل يوم عطله اللي هو كل يوم الاحد يسوون هنا هيك بالداون تاون بهذا السكوير، يسوون اكو حفله، وبنفس الوقت انه تصير هنا محلات مال هذا بدي احكي لكم عليه. هذا اساسا ماكو حد يمه ولا حكيت وياه، ابغى دا اصوره قام يعيط. فتصير اكو هنا محلات، خليني اكمل لكم. تصير هنا محلات اكل، وبنفس الوقت جولريز يعني مجوهرات او ملابس، كل شيء موجود. اذا تريدون اسوي لكم عليه فيديو اكتبوا لي جوا بالكومنتات، اعمل اسوي لكم فيديو عليه كامل. طبعا بدي احكي لكم عن الموضوع، المشكله انه ما لحقت اصورها. اجتي وحده هسه قامت تعيط طبعا ما ولا حاكي وياها ولا يمها ولا حتى كنت شايله الكاميرا، حتى الكاميرا طافيه. قامت تعيط، كانت تقول لي وخر كاميرتك، قامت تعيط تغلط يعني، وخر كاميرتك لا تصورني ولا شنو. هي ماكو حد يمها اصلا، وبحيث الناس كلهم مدايرها كلهم يضحكون عليها يعني. فبيجي حالات اغلبيه الناس يقول لك انه عوفها لا تحكي وياها، يعني عمود لا تسوي نفسك مشاكل، وبنفس الوقت انه انت همين على عمود يعني لا تدخل بجدال وتطول وبعدين وراها تصير مشكله كبيره. ليش الناس تفضل انه تروح تسكن بميسيساغا او خلينا نقول بالاماكن اللي قريبه من عندها؟ الجواب سهل وبسيط، لانه اغلبيه الجاليه العربيه اللي موجوده هنا بكندا موجوده خلينا نقول اغلبيتها بميسيساغا. فاليوم اللي جاي اكيد عنده اقارب او اصدقاء موجودين هنا، فاول شيء راح يقول له تعال بالمناطق اللي احنا موجودين بيها، على مود نقدر نساعدك اول ما تجي، نقدر نشوف لك شغل اول ما تجي. فكل هاي الامور تصب بصالح الشخص اللي راح يجي لكندا. فاغلبيه الناس تدور الشيء المريح، تدور انه يروحون المكان يكون اغلبيه الناس اللي داير مدايرهم موجودين عرب يقدرون يحكون نفس اللغه، يقدرون يتواصلون، يدبروا لهم شغل اول ما يجون.
فاغلبيه الجاليه راح تكون موجوده بميسيساغا وهاي المناطق. تورنتو بالعكس تماما راح يكون بيها العرب اقل، فلذلك الفرص راح تكون بالنسبه للي جاي جديد اقل. فهذا السبب الاول اللي يخلي الناس اول ما تجي تسكن بميسيساغا او بالاماكن اللي قريبه داير مدايرها. وبما انه جاليه عربيه اكثر موجوده بميسيساغا، يعني هذا شنو؟ يعني معناها انه مطاعم عربيه اكثر موجوده هنا، محلات عربيه، فلذلك اللي يجي ما راح يحس بغربه، لانه اغلبيه المطاعم اللي داير مدايرك عربيه، الاسواق عربيه، اللحام عربي، ابو الصرافه عربي، يعني وين ما تروح راح تلقى عرب. فهذا الشيء يسهل على الناس اكثر، يخليهم ان هم يفضلون انه يعيشون بهاي الاماكن، لانه بالبدايه اغلبيه اللي راح يجون راح تكون انجليزيتهم ضعيفه، فيقول لك انه اني اسكن بهاي المناطق على مود اسهل على نفسي، بس بنفس الوقت ما اعرف هذا الشيء انه ممكن يصب يعني مو بمصلحتك، لانه كثره الاماكن العربيه اللي موجوده هنا راح تخليك انه انت ما تحتك بالاجانب اكثر، لغتك ما راح تتحسن، فهاي الامور راح تسيطر اكثر، بس الناس يفضلوها لانه هذا الشيء اسهل إله. والشغله الثانيه اللي هم يعني تخلي الناس تبتعد من تورنتو او تسكن ببقيه المناطق، لانه التامين بميسيساغا وبقيه الاماكن يكون ارخص بهواي من تورنتو. يعني تورنتو بالشهر تقريبا ممكن تامن سيارتك يمكن بالشهر ب 300 او 400 دولار، واللي جاي جديد طبعا مبالغ راح تكون اعلى، بينما بميسيساغا انت يمكن كأول ما تجي ممكن تأمن سيارتك ب 200 دولار أو يعني ب 250، وكل ما طبعا يصير عندك اكسبيرينس، يعني كل ما تصير عندك خبرة أكثر والرخصة مالتك يعني يصير بها سنين أكثر، كل ما انه تامينك راح يقل. فهذا الشيء هم يعني يوفر على الناس، يخلي الناس انه تجي ان تطلع برا تورنتو. فبعد ما حكيت لكم الفرق بين المدينتين، انتم قولوا لي اذا تجون شنو اللي راح تختارون، كتبوا لي جوا بالكومنتات. اذا استفاديتوا من الفيديو لا تنسون تسوون لايك وشير وسبسكرايب، واذا وصلتوا هنا اتمنى تسوون لايك، لان اللايك كلش راح يرفع من الصفحه، فسووا لايك لا تنسون، وخلي غيركم يستفاد مثل ما استفاديتوا. باي باي.